الأولوية في تلك التصرفات العربانية التي نراها اليوم في بعض دول الخليج، تلك التصرفات التي سترونها الليلة على شاشات التلفزيون وفي هواتفكم الذكية على شبكات التواصل الاجتماعي. سترون أكبر سبان، أكبر شجرة سترونها في بلاد العربان، سترونها، وسترون الشماريخ والألعاب النارية بملايين الدولارات تتزين بها سماء تلك البلاد في ابتهاج وفي احتفال. لا يفعلون ذلك في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، لا يفعلون ذلك لا في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى. أنا مش اللوم الغير الغربيين، الغربيين راهم في دينهم وفي أمورهم، فهمتوا ولا؟ أنا اللوم العربان، ألوم العربان، عربان الصحراء، عربان الرمال، عربان الإبل، ورعاة الإبل، كيف انسلخوا وكيف انصهروا وكيف ذابوا وكيف ضيعوا وكيف تشبهوا. نقول لهم أنتم الآن تعرفوا ايش تعملون؟ تظنون أنكم ما شاء الله إذا فعلتم هذا تقولوا واه الغرب ينظر إلينا. احنا لسنا دولة متطرفة، نحن متقدمون متحضرون متنورون منفتحون، نحن رضينا عنكم، هل رضيتم عنا؟ هذا هو لسان حالهم، والناس تضحك عليهم، يضحك عليهم القاصي والداني، يضحك عليهم العربي مثلكم ويضحك عليهم الغربي كذلك. والكفر العربان ايش يعملوا؟ أنا أسألهم هل هؤلاء الذين تسترضونهم بهذه التصرفات الحمقاء، هل هؤلاء الذين تسترضونهم هل يحتفلون بعيدكم أنتم؟ هل يطلقون الشماريخ ليلة عيد الفطر؟ لما سماحة مفتيكم يخرج يقول غدا عيد الفطر أبشروا أيها المسلمون وأفطروا، لما يخرج مفتي الهلال تبعكم ويقول إيش غدا العيد، هل يخرجون محتفلين مهللين مكبرين ويزينون سماء بلادهم بهذه الشماريخ؟ هل يزينون مانيش عارف أنا قنواتهم ولا صفحاتهم مثلا بكبش عيد هكا بالقرابط وبالواحد مثل ما تزينوا انتم السباء والأشياء هذه في بلادكم؟ لا يفعلون هذا. ليش؟ لأنهم ناس عندهم شخصية، لا يذوبون ولا ينصهرون. كل إنسان عنده شخصيته، عنده هويته، عنده خصوصيته. انت ليش انت ترخص من نفسك؟ ليش؟ لماذا هذا الرخص؟ لماذا هذا الرخص؟ لماذا هذا التدني؟ لماذا هذه الحقارة؟ وبعدين المسألة لها من الخطورة الشيء الكبير المتعلق بالعقيدة أولا. اثنين، نسأل هذه الشماريخ وهذه الألعاب النارية وهذه الأشياء بالفلوس ولا بلاش؟ هذه أموالها طائلة، فهل طورتم بها أنفسكم واقتصادكم وصنعتم بها بدلا من الاستهلاك؟ هل أطعمتم بها جياع المسلمين من جيرانكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع وجيرانكم جياع في اليمن. لو كنتم مسلمين حقيقة لكانت هذه الأموال تذهب إلى البطون الجائعة في بلاد اليمن التي جوعتموها ودمرتموها. أين إسلامكم؟ بل قبل الإسلام أين عبوروبتكم؟ العرب ما كانوا هكذا، العرب كانوا أهل عزة حتى أهل جاهلية، لكن عندهم من الأنفة والرجولة والعزة والنخوة ما فقده هؤلاء مشكوك حتى في عروبتهم، ورب البيت مشكوك حتى في عروبتهم. إذا هم يعملوا تيست أديان، نعملوا لهم التيست أديان ونشوفوهم عرب هذا؟ لا، مستحيل. العربي حاشاه يا ودي، حتى عربان الجاهلية ما كانوش هكذا، مستحيل والله، ما يعطي ولي ذل أبدا، عندهم نخوة وشهامة. شيء عجيب والله، شيء نطق الحجر، شيء عجيب. جيران لهم يموتون جوعا. قيل لعمر بن الخطاب غير كسوة الكعبة، تهريت كسوة الكعبة، قال بطون جياع المسلمين أولى من كسوة الكعبة. بطون جياع المسلمين. الليلة يحتفلون
الليلة عندهم احتفالات إلى الصباح. أنا لا ألوم غير المسلمين في دينهم وشعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم، لكم دينكم ولي دين. اللوم على هؤلاء العربان. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، ونجعلنا وإياكم من أوليائه، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك القادر عليه. تفضل أذن.